دنيا بوطازور اسم لامع في الساحه الفنيه المغربيه، وحده من اشهر الممثلات اللي عشقوها المغاربه. لكن كيفاش بدات مسيرتها، وشنو كان اول دور لعباته، وعلاش غبرات على الساحه الفنيه ورجعت من جديد؟ في هذا الفيديو غادي نهضروا على القصه ديال دنيا بوطازور من البدايه حتى لدابا. دنيا بوطازور تزادت في المغرب، ومن هي وصغيره كان عندها حب كبير للفن والتمثيل، وقرات المسرح وبدات المسيره ديالها بادوار صغار، لكن الموهبه ديالها بانت من الاول وخدت الانتباه ديال المخرجين. اول ادوار والاعمال اللي شهرتها، اول الادوار اللي لعبات كانت بسيطه، ولكن الدور اللي خلى المغاربه يعرفوها مزيان كان في دار الوراثه. لكن الشهره الكبيره جات من بعد سلسله الكوبل، واللي لعبات فيها دور الشعبيه، وهاد الشخصيه اللي دخلت القلوب ديال المغاربه بعفويتها وطرائفها. علاش غبرات على الساحه الفنيه؟ من بعد نجاح كبير ديالها دنيا بوطازور خدت قرار تبعد شويه على المجال الفني، وهذا الشيء خلق بزاف ديال التساؤلات. كاين اللي قال بانها اعتزلت، وكاين اللي قال بان عندها ظروف خاصه، لكن المفاجاه الكبيره كانت ملي رجعت للساحه الفنيه بقوه. خاتمه، ما نساوش دنيا بوطازور فنانه كبيره، وقدرت تبصم الاسم ديالها في التاريخ الفني المغربي. شنو هو الدور اللي كتحبوا ليها، وشنو رايكم في المسيره ديالها؟ خليو لينا الراي ديالكم في التعاليق، وما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك باش يوصلكم كلشي. بيس.